اهلا اهلا، وحشتوني حبايب قلبي بيبو. اليوم هنعمل وصفة من الوصفات المهمة والأساسية في أي مطبخ. أنا متأكدة إن الوصفة دي هتعتمدوها وهترجعوا لها في أوقات كتيرة. هنعمل رز صيادية بألذ طريقة للرز الصيادية، وبأفضل وأبسط طريقة من غير بهارات كتير. بس هنضيف معلقة واحدة بس، هتخلي طعم الرز يروح في حتة تانية خالص. بجد بجد هيبقى حكاية معاكي. هنعمل كمان تتبيلة للسمك حلوة جدا جدا، وهتنفع لكل أنواع السمك، سواء بقى كان سمك مقلي أو سمك مشوي، فيليه أو صحيح. قبل ما ندخل على المقادير وطريقة التحضير، أنا اسمي بيبو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ويسعدني جدا انضمامك لينا. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا سمك بولتي صحيح، غسلته كويس جدا تحت المية الجارية، وبعد كده هبدأ أعمل له محلول نقع هيشيل منه أي ريحة زفارة. المحلول دوت حلو جدا، تقدروا طبعا تستخدموه لجميع أنواع السمك، سواء الصحيح أو الفيليه أو البولتي أو أي نوع تاني. أول حاجة معلقتين كبار كده من الدقيق، وبعد كده هنزل بعصرة ليمونة. هسيب السمك لمدة ربع ساعة في محلول النقع، وبعد كده هغسله كويس جدا تحت المية الجارية. الناس اللي بتشتكي بقى من زفارة الأسماك، جربي المحلول دوت، مش هتلاقي فيه أي زفارة خالص. هنسيبه ربع ساعة بس، علشان السمك لحمه بيكون طري، فمش هيستحمل يقعد اكتر من كده. علشان احنا عايزين السمكة بتاعتنا احنا بنحمرها تقرمش وتحرمش كده، وما تبقاش طرية وتبقى ناشفة وجميلة. وتعالوا بقى في الوقت ده نعمل تتبيلة السمك الرهيبة. تتبيلة بسيطة جدا من غير أي افتكاسات، عبارة عن راس من الثوم، وكمان وحدتين من الفلفل البارد، وثلاث حبات من الفلفل الحار الأحمر. طبعا لو مش عندك الفلفل الحار الأحمر ممكن تستبدلي بشطة. ولو مش حابة أصلا إن التتبيلة تكون حارة، تقدري تستخدمي الفلفل الأحمر والأخضر البارد. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل، واتنين ليمونة كده هنعصرهم كويس جدا. ممكن لو حابة الليمون اكتر خليهم 3. وكمان بقى هنزل بالتوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وبعد كده هنزل بالتركة بقى بتاعتي اللي انا بحبها وفعلا بتودي التتبيلة في حتة تانية خالص، معلقة من اليانسون. بس للأسف ما كانش عندي ينسون سايب، استخدمت باكت من اليانسون المغلف. انا عايزة اقول لكم ان معلقة اليانسون دي التتبيلة بتاعتكم هتروح في حتة تانية خالص، هيبقى طعمها حكاية. كمان هتشمي كده وانتي بتقلي السمك، يعني التتبيلة بتبقى ريحتها مميزة. هنضرب بقى التتبيله بتاعتنا، بس احنا مش عايزين يعني نخليها بيوري قوي، احنا عايزين نخلي المكونات زي ما انتوا شايفين كده خشنه شويه. بعد ما غسلنا السمك بتاعنا بقى تحت المية ومن محلول النقع اللي عملناه، هنصفيه كويس جدا. وهبدأ اجيب كل سمكة اعمل لها كده فتحة من كل جنب للسمكة. طبعا انا عندي الحجم بتاع السمك وسط، فلو كان السمكة حجمها اكبر من كده انا كنت عملت فتحتين، ولكن عشان السمكة حجمها وسط فكفاية فتحة واحدة بس، علشان خاطر نحشي بيها كده. التتبيلة تفرق كتير في الطعم كده لما بنطعم السمكة من جوه، وكمان من الفتحات اللي احنا عاملينها في كل وش للسمكة. وببدأ بقى أدعك كده السمكة بالتتبيلة كده كويس جدا من جوه ومن عند الخياشيم. بس ما تكتريش التتبيلة، يعني ما تخليهاش كده مكلكعة جوه السمكة. احنا هندعك كده السمكية ونشربها من التتبيلة، بس من غير ما يكون التتبيلة كميتها كبيرة جوه كل سمكة. خلصنا تتبيل السمك بتاعي، وبعدين هعصر بقى ليمونتين. العصرة بتاعت الليمون دي بتفرق جدا جدا. اولا بتفرق في الطعم، تاني حاجة عصرة الليمون اللي على جلد السمك دوت بعد ما تبلناه بتدي قرمشة كده، وبتخلي السمك بتاعي وانا بحمره يكون ناشف معايا مش طري. هسيب بقى السمك بتاعي لمدة نص ساعة في التتبيلة، ومش هزود عن نص ساعة. كمان معايا بقى معلقة كبيرة من التتبيلة شلتها كده على جنب، وهقول لكم هنعمل بيها ايه.
هنسيب السمك بتاعنا يتبل براحته، وفي الوقت ده تعالوا نعمل رز الصيادية بتاعنا الخطير. حلة على النار وفيها زيت، وهستنى لما الزيت بتاعنا يسخن كويس جدا، وهنزل بقى ببصلاية يكون حجمها وسط. ضرباها بقى في الكبة او ممكن تقطعيها مكعبات صغيرة، مفيش مشكلة. ويا سلام بقى لو عندك بصل ابيض، البصل الابيض بيسكر جدا رز الصيادية افضل من الاحمر، لكن لو مش متواجد برضو مش مشكلة. هنقلب بقى البصلة بتاعتنا كويس جدا، وهنستنى لحد ما البصلة بتاعتنا كده تدخل على اللون البني الفاتح، مش هنحرقها زي ما انتوا شايفين كده. بدأت البصلة بتاعتنا تدخل على اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بالمعلقة الكبيرة اللي احنا شلناها من التتبيلة. يا نهار ابيض على الريحة بقى اللي طالعة، يا جماله يا جماله، مش عايزة اقول لكم المعلقة دي بتفرق قد ايه في الرز بتاعنا. طب احنا ليه ما حطيناش المعلقة دي من الاول؟ علشان التوم ما يمررش معايا. المعلقة بقى اللي هتودي الرز بتاعك في حتة تانية خالص، وهتخلي طعمه حكاية. معلقة من العسل الاسود. عسل اسود يا بيبو، عسل اسود. العسل الاسود هو بديل للصويا صوص، بديل ليها في اللون وبديل ليها كمان في الطعم. انا عايزة اقول لكم معلقة العسل الاسود دي بتدي طعم احلى بكتير من الصويا صوص للرز الصيادية. جربوها وهتدعولي هتعتمدوا الطريقة دي على طول. وكل اللي هياكل من ايدك رز صيادية هيسألك انت عاملاه ازاي. طب التسكيرة بتاعت العسل دي مش هتبان؟ لا مش هتبان خالص. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من القرفة، وكمان معايا مكعب من مرقة الدجاج، وده اختياري، بتدي طعم للرز وبتبهره حلو جدا. تقلبتين بس كده التوابل مع البصل علشان التوابل بتاعتي ما تمررش. وهنزل بقى بالرز المصري، نغسله كويس جدا جدا تحت المية الجارية لحد كده ما تلاقي المية بتاعته بقت شفافة كده والرز باين منها، وبنصفيه حلو جدا. هنقلب بقى تقلبتين كده البصل بالتوابل مع الرز كده علشان خاطر ياخدوا من طعم بعض، وكل كمان رزاية كده تتغلف بالمادة الدهنية، بتفرق جدا في تسوية الرز. الطريقة دي مش هتخلي الرز بتاعك يعجن خالص. هنزل بقى بالمية السخنة المغلية، وضروري المية تبقى مغلية بيكون أفضل. المقدار بقى المظبوط هو لكل كوباية رز مصري كوباية مية، وده المقدار المظبوط اللي هيخلي معاكي الرز تسويته ممتازة. كل ده احنا بنعمله على نار عالية، واول ما هيغلي معانا غلوة حلوة جدا هديله تقلبتين، وههدي النار على الوسط لحد ما السوائل بتاعته تتشرب خالص المية، وبعد كده هدي النار خالص هيستوي معايا ويبقى زي الفل. تعالوا بقى نعمل التتبيلة او التغليفة بتاعة السمك بتاعنا. فكرة الكيس فكرة حلوة جدا جدا، مش هتخليكي بقى تشتكي من بهدلة الدقيق ولا الكلام ده. هنحط كمية مناسبة من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا، وهنبهر الدقيق بتاعنا بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكركم. بيدي كده لون وانتي بتحمري السمك حلو جدا. وهبدأ بقى أغلف السمكة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، واضغط عليها كده علشان خاطر طبقة الدقيق تمسك فيها كويس، وتبقى مقرمشة ومحرمشة كده معايا وناشفة مش طرية. زي ما انتوا شايفين كده غلفيها كويس جدا جدا. هنضغط كده وانتي بتغلفي السمكة بتاعتك، اضغطي كده عليها علشان خاطر طبقة الدقيق تمسك في السمكة كويس. تمام كده بقى زي الفل. طاسة بقى على النار او جريل، وهستنى لما الزيت بتاعنا يسخن كويس جدا جدا، اهم حاجة الزيت يكون سخن. وهنفض كل سمكية كده من الدقيق، وهبدأ انزل في الزيت السخن بتاعنا. لازم النار في الاول تكون عالية شوية، بعد كده ههدي النار على الوسط، مش ههديها خالص، اخلي النار وسط علشان خاطر السمك بتاعي يستوي مظبوط وما يتحرقش من غير ما يكون مستوي. زي ما انتوا شايفين كده بقى بدأ ياخد لون معايا من الجنب الاولاني للسمكة، وبعد كده هقلبه على الجنب التاني. هنا سأسكت قليلا.
شامين بقى، شامين بقى، كان نفسي تبقوا شامين بقى الريحة وجمال الريحة بتاعت قلي السمك. بصراحة أنا من عشاق السمك المقلي، وبحب جدا أقليه في البيت، نظافة، واحنا ضامنين احنا عاملينه ازاي، والزيت اللي قالين بيه عامل ازاي، حاجة كده في منتهى الجمال. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا الطبقة اهي مقرمشة ومحرمشة ومش طرية. هنا بقى الرز كان بتاعي خلاص خلص واستوى على نار هادية خالص. بعد ما وطينا النار عليه، اول ما بيشرب المية بتاعته بيستوي على البخار براحته خالص، 10 دقايق ربع ساعة مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين بقى، مفلفل وريحته تجنن، وفي منتهى الجمال، يتاكل لوحده، يعني يتاكل حاف من غير اي حاجة. تحفة جدا وطعمه حكاية. وما تنسوش تجربوا معلقة العسل الاسود بديلة للصويا صوص، هتدي طعم للرز بتاعكم في منتهى الجمال. ودي بقى كانت وصفتنا النهاردة، الرز الصيادية عملناه بأبسط طريقة، وكمان حطينا معلقة من العسل الاسود. ما تنسوش تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. وكمان عملنا مع بعض السمك المقلي الخطير، ناشف ومقرمش ومحروش كده ومخروش، حاجة في منتهى الجمال، مش شارب اي زيت خالص. وكمان عملنا بقى شوية سلطة خضراء جنب الاكلة الخطيرة دي، ما ينفعش الاكلة دي تتاكل من غير سلطة خضراء. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسيش بقى تعملي لايك للوصفة، واستنوني في وصفة جديدة من مطبخ بيبو. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.